هذا واحد يمني في اليمن يقول دخلت المستشفى ولقيت لي 3 متكسرين، يقول في قسم العظام ويتضحكون، متكسرين ويتضحكون. يقول 2 شباب وواحد شايب. يا ولد انتم مش عندكم حالتكم كذا وتضحكون؟ قالوا حنا والله قصتنا عجيبه. يقول والشايب يسولف قصتهم، قال حنا كل ما بعنا وشرانا في مجال خسرنا فيه، واخرتها دكان خذوها الديانه وطلعونا صفر. يقول والشباب هذول بني خيه، قلت ما لنا غير نصير قطاعين طرق. يقول احنا ناخذ سلاحنا واحنا نقف الليل على الطريق. يقول اول سياره جتنا قال لي هاك الجيب الجديد، قلنا بس هذا الضحيه. قالوا نركب معه، قال يوم مشى شوي قالوا نحط مسدس في راسي، قلت لا تحرك انت مخطوف. الشباب 2 هذول بعدي على الطريق ب500 متر. يقول قلت امشي مش لين جاء عند خوياي، قلت وقف اركبوا، قال يا مرتبوا معي، قالوا احنا نمشي. مشى اليوم دق تلفونه، قلنا هذول هيك علمهم انك مخطوف وان طالبين ديه. يقول لي يقول لا والله ما فجرت فوق النقطه، لكن انا بفجر النقطه. يقول قلنا يا ولد العلم ويش؟ قال والله انا انتحاري وهذا حزام الناسف. قال وين ارفع ذوبه وان شاء الله انا وياكم رايحين للجنه. قلت تكفى يا اخوك واتزف نفسك. قال لا انتم تبغون تذبحوني اولا، الحين نموت سوا. يقول يوم مشت السياره 140 قال شوفوا اللي يبي ينزل ولا بتفجر انا وياكم. قالوا احنا نفك البيبان وننزل والسياره تمشي. يقول له الشايب شوي يصيح وشوي يضحك.